بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في صباح الجمعة وفي موعدنا في صباح كل جمعة نتذاكر في هذا المقام وفي هذا الصباح الطيب الذي أسأل الله أن يرزقكم خيره ويكفيكم شره، خير هذا اليوم وخير ما بعده، وشر هذا اليوم شر ما بعده. إخواني الكرام، حديثي معكم في هذا المقام بعنوان تحذير الكرام من عيال الحرام. وهذا الموضوع قد كنت أود التحدث عنه منذ أسبوعا وأكثر، ولكن لم يواتني الوقت. أولا، ما مناسبة وما أهمية هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع للحديث الذي جاء في السنة النبوية فيما رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث كعب بن عجرة وجابر وغيرهما كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. وفي رواية: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. وفي رواية: أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. هذا الحديث فيه وعيد شديد للأجساد التي تنبت من الحرام. والسحت هو كل مال قبيح، السحت كل مال قبيح. أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، أي مصيره إلى النار وإلى الشنار. وهذا الحديث يستشهد به في باب التحذير الشديد عن إدخال المال الحرام أو الطعام إلى الأهل والأولاد، لأن بعض الناس قد لا يبالي نفسه وهو متساهل، وربما يعرف الأدلة والوعيد، لكن تغلبه الشهوة والطمع والجشع على أكل الحرام. هنا وعيد شديد، وفي هذا فيه ماذا؟ بيان أن الأجساد تفسد. أنت حين تؤكل أولادك من المال الحرام تفسد أجسادهم، وتفسد قلوبهم، وتفسد عقولهم، وتفسد غيرتهم. فربما المال الحرام في الجسد يؤدي إلى الدياثة عياذا بالله، وإلى الفساد الأخلاقي والخلقي في الأولاد وفي الزوجة وفي الأهل، بسبب أنك غذيتهم حرام. مثال ذلك كمثال أرض طيبة فيها من الفواكه أو من الخضروات، فتسقيها بماء المجاري، تسقيها من مياه الصرف الصحي، فيظهر أثر طعم مرارة الصرف الصحي في تلك الخضروات، سواء كانت خضروات كالخيار والجرجير وما إلى ذلك، أو في الفواكه تظهر أثره فيها المرارة أو الذوق لتلك المياه التي غذي منها. كذلك الطعام يغذي في الإنسان فيفسد أخلاقه وتصوره وذكاءه وإيمانه بسبب المال الحرام والأكل الحرام. فيا أخي الكريم، نحن قلنا تحذير الكرام من عيال الحرام. ما المناسبة؟ المناسبة أردت بهذا التبويب وهذا العنوان الإشارة إلى أمر آخر، وهو
أن هناك من الأطفال ومن الناس من ينشأ على مال ورثه من والده. قد يكون والده أخذه من حرام أو من حلال وحرام ولا يعلم به. نشأ الولد أو الطفل على مال ورثه من والده أو من جده أو من آبائه، وهذا المال ربما قد يكون مكتسب من حرام وهو لا يعلم. هنا ليس عليه شيء ولا يعلم بذلك. لكن الموضوع المهم الذي أردت طرقه في هذا المقام حين يكون الولد والذرية يعلمون أن هذا المال الذي اكتسبوه وورثوه عن والدهم هو مأخوذ من حرام أو أغلبه حرام. هنا سيكون إقرار منهم على المال الحرام، وهنا سيأخذون الوعيد بأكمله، لأنهم يعلمون أن هذا المال حرام الذي اكتسبه والدهم. مثال ذلك المال الذي يأخذه الوارث على الورثة، يأخذ الأخ الأكبر ويستأثر بالأموال وبالتركة عن إخوانه، أو يأخذ الذكور أموال الإناث، ثم تأتي الأنثى إلى أخيها فيصرفها ولا يعطيها ويمنعها ويتكبر عليها، وأولاده يعلمون أن والدهم ظالم أخذ مالا حراما، فلا يجوز لهم أن يورثوه، لا يجوز لهم أن يرثوه. ينبغي على الأبناء أن يطهروا المال، أن يخرجوا الحقوق إلى أهلها، وإلا هم سيدخلون في حديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها. فهم ظلمة مشاركون في الظلم، لصوص مشاركون في اللصوصية، جبابرة مشاركون في الحرام. ومثال ذلك الوالد المرتشي أو الوالد الذي ينهب المال العام. أنت تعرف أن والدك موظف في دائرة حكومية ونهب أموال في حين وظيفته، اكتسب أراضي وعقارات وسيارات وتجارات، ودرسكم من المال الحرام وأرسلكم إلى الخارج بالمال الحرام وغذاكم بالمال الحرام، فتحلل، أنت جسدك نبت من الحرام، أنت داخل في الوعيد. الذي يأكل المال الحرام والذي يدرس من المال الحرام، سواء درس بمال مباشر أو أن والدك أدخلك في بعثات دراسية وحست فيها على الوظيفة، وهذه البعثات ليس مستحقا لها، إنما هي الآخرين، فأخذها والدك بحكم منصبه أو بالرشوة أو بالوجاهة والشفاعة. أنت أخذت مال غيرك وحقوق غيرك. مثال آخر ما يحدث أيام الحروب من نهب للأموال، ما يسمى بالفيد، مثلا كما وقع حين دخل الحوثيون صنعاء، نهبوا صنعاء ونهبوا عمران ونهبوا صعدة ونهبوا كل محافظة وطئت أقدامهم إياها، نهبوا الأسلحة والسيارات والبنوك من أموال الناس وحقوقهم الذين كانوا خصومهم، نهبوا بيوتهم وأموالهم. أنا أعرف شخصيا رجلا من خصوم الحوثة دخلوا إلى بيته وفيه 60 مليون دولار أموال نهبت، وذهب نساء في بيوت وحقوق. إذا كنت أنت من هؤلاء ممن والدك أخذ هذه الأموال فهي أموال حرام، غذاكم بالحرام، وهذه الأموال ستخرج فيكم وفي الذرية وفي النساء وفي الولدان بالفساد الخلقي والأخلاقي، وسيكون العاقبة النار بسبب أن المال حرام، أفسد الأعراض وأفسد الدين وأفسد الأخلاق. فلا تتعجب حين ترى يلحد أو المرأة تفسد أو يخرج الأولاد في الزنا والخنا واللواط والمحرمات. هذا عاقبة المال الحرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. كذلك من الأموال أنا أعرف أناس ممن نهبوا أموال في حرب 94 من جنوب اليمن، نهبوا أموال ونهبوا شركات وتجارات وتجار وعقارات،
واغتنوا من ذلك الحين، اغتنوا من حينها وكانوا فقراء. هؤلاء يقال لهم عيال حرام، ما هم يعيشون فيه من أموال هي أموال حرام، فيتحلل منها. لا يعني ذلك أنك ورثت المال الحرام أنك تتمتع به، لا، تتحلل وترد الحقوق إلى أهلها، أو تتصرف بالمال تتخلص منه، تسمى التخلص من الحرام، في بناء مساجد وإصلاح طرقات ومستشفيات وكل ما فيه خدمة للمسلمين، تنفق ذلك المال الحرام. ومن ذلك ومثال ذلك ما ورثه بعض الناس من أموال من الأنظمة البائدة، مثلا أنظمة بيت حميد الدين. ذكروا أنه في عام 48 حين دخل الإمام أحمد صنعاء انتقاما لمقتل والده، أنه جعل صنعاء هدراء، فدخلت القبائل فنهبت صنعاء نهبا ذريعا، حتى أنهم خلعوا الأبواب والنوافذ وسرقوا التجارات والمحلات والمزارع. تلك القبائل التي كانت من حاشد ومن حجور وما حولها. فإن كنت يا أخي الكريم ممن أبوك أو جدك كان نهابا ونهب الأموال والأراضي واستولى عليها بقوة السلاح حينئذ، فأنت تعيش في مال حرام، وأنت ووالدك من ذرية قوم ظالمين. وأقدم من ذلك النهب الذي حدث أيام عبد الله بن حمزة وأيام السلالة الرسية، فقد نهبوا صنعاء ونهبوا القرى والأوطان وتعز وتهامة وجميع مناطق الشافعية، نهبوها نهبا ذريعا لأنهم يعتقدون حل تلك الأموال لهم. فلا تستغرب أن يأتي من ذرية الحوثيين هؤلاء الجبابرة اللصوص المجرمون، هم من ذرية أولئك المجرمون، هم عيال حرام، هم عيال حرام. أو كان والدك أو أجدادك ممن يأخذون أموال الناس بما يسمى بالشعوذة والدجل والخمس، أو بالمغذي، أو بالبيض والدجاج والكباش، بالسحر والشعوذة وخداع الناس وأخذ أموال القبائل. فنشأ والدك ونشأت أنت من أموال حرام، فهؤلاء عيال حرام. إذن يا أخي الكريم، أنت ربما بالإشارة فهمت وبعض الدلالة فهمت من هم عيال الحرام. عيال الحرام الذين ورثوا أموال عن آبائهم وعن أجدادهم كانت عن نهب في حروب وما يسمى بالفيد، أو أموال الدولة. مثلا حين خرجت الدولة العثمانية في عام 1917 في صلح دعان، حين دخل الإمام يحيى صنعاء نهبوها نهبا ذريعا، حتى أن الإمام يحيى جعل المستشفى الذي كان أيام العثماني مستشفى جعله دارا خاصا له، ما يسمى بدار السعادة، وما يسمى حاليا بالمتحف في صنعاء، المتحف الوطني في التحرير. كان مستشفى للأتراك، مستشفى عام، استأثر به وجعله دارا له. وهكذا كثير من الدور في صنعاء نهبت والأموال. بل ذكروا أنهم أيام الحاكم المهدي من ذرية الذي مقبول في ذمار صاحب المواهب، حين دخل صنعاء كان فيها 100,000 بيت، فنهبوا وأحرقوا 90,000 بيت، 90,000 بيت. بل قالوا أنهم ما أبغوا إلا 1000 بيت في صنعاء، 1000 بيت من 100,000 نهبوها وأتلفوها وأحرقوها. فيا أخي الكريم، إن كان أجدادك من أولئك الذين نهبوا الأموال والأراضي واستولوا عليها وتملكوها، فأنت من ذرية الحرام ومن نهب الحرام، وأنت ابن حرام. فتنبه، إن كنت متقيا لله فرد الحقوق إلى أهلها، رد أموال المسلمين للمسلمين، ردها للشعب، ردها للدولة، وإن كانت حقوق خاصة ردها لأهلها. إذن عرفتم يا إخواني عيال الحرام. وفي الختام، عيال الحرام في زماننا عيال المسؤولين، عيال التجار الذين يحتكرون أموال المسلمين، عيال المسؤولين الذين ينهبون المال العام في الوزارات وفي الإدارات وفي المكاتب. فهؤلاء عيال حرام، لا تفرح بهم، لا تعاملهم، لا تفرح بهيئتهم وأشكالهم، كأنهم خشب مسندة. هذا من مال حرام، من رواتب يأكلونها حرام، من معاشات حرام،
من أسلحة يبيعونها ومن حقوق في الدولة وفي الشرعية يبيعونها حرام. فهؤلاء عيال حرام، لا تفرح بهم ولا تناسبهم ولا تصاهرهم ولا تفخر بهم، فهم أهل حرام وعيال حرام وذرية حرام. من العجب أن بعض الناس يسخر ممن يعمل في الجزارة أو في الخضرة أو في بعض الأعمال الممتهنة ويحتقرهم، بينما يتفاخر أنه هذا ابن مسؤول أو ابن تاجر أو ابن شيخ يأخذ ويتاجر بالحرام وبالمحرمات، كما يتاجر بالدخان ويتاجر بالقات، فهذه أموال واكتساب حرام. والذين ينشؤون من هذه الأموال هم عيال حرام، نشأوا من مال حرام عياذا بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يطهر أبداننا وأجسادنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يرزقنا بالحلال ويجنبنا الحرام. نعوذ بالله من الحرام. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر أبداننا وأولادنا من